وما قبل الأخير لا ندري إذا كان الفريقان سيتأهلان إلى نهائي دوري الأبطال أو سيلتقيان في مراحل متقدمة من دوري الأبطال أو سيبقيان أصلا في هذه المسابقة الأوروبية التي يعانيان فيها من الإقصاء الممكن من دور 16. برشلونة أمام ميلان. الجهة اليسرى وينتراو، هذا هو كريستيانو رونالدو ينهض الآن بالتسخين والجماهير تصفق في سانتياغو برنابيو. الدون يقوم بالتسخين والجماهير تتحمس للرجل الذي سجل مرتين في اخر مباراه ضد برشلونه في الكامب نو. الضربه الحره الجانبيه عند لوكاس يرسلها مقوسه هناك ولكن راس من اصابتها. على اي حال برشلونه يتصدر وريال مدريد هو الثالث بعد اتلتيكو مدريد. لكن على الهجوم برشلونه صاحب اقوى خط هجوم ب 82 هدف مقابل ريال مدريد ثاني اقوى هجوم بفارق 20 هدف 62 هدف. هذه كرة بعيدة إلى ضرب المرمى. إنما على مستوى الدفاع ريال مدريد يملك أقوى خط دفاع في الدوري ب 23 هدف، الآن أصبحوا 24 وهذه كرة ماسكيرانو. وبالنسبة لبرشلونة 29 هدف وخامس. جوردي أورورا على مباراة الكلاسيكو السابقة جاء من المشاغب الإيطالي الأسمر بالوتيلي الذي قال إن خطأ أورورا بأنه لم يشرك ميسي في المباراة. طبعا يعرف ان ميسي اشترك طريقه ساخره في القول بان ميسي كان غائبا. اليوم ميسي لم يكن غائبا وحقق هدفا عادل به الرقم القياسي للاستمرار في الكلاسيكو. كره عرضيه امام منطقه الجزاء ما زالت خطيره وهذا ميسي من جديد ياخذ كره يلعبها عرضيه واسيان مبعده بعد ان مرت من امام ديفيد فيا وكاد برشلونه يضيف الهدف الثاني في هذا الوقت المبكر من الشوط الثاني كما سجل الريال في الكبير حقيقي في المواصفات. هذه كرة عند ميسي ينطلق ويأتي إليه موراتا ولا ينجح في إيقافه وكذلك مودريتش لا ينجح في إيقافه ويمرر إلى ديفيد فيا والخروج من جانب فاران والحارس دييغو لوبيز ينجحان في النهاية.